اول شي يسلمك السله وتخلي بيها اماناتك، وبعدين ينطيك المفتاح حتى تروح تضم غراضك. بعد ما تخفضها عدل وقبل تروح على الساونا الملحيه، يحفر لك حفره وبعدين يدفنك بيها، راح تتفتح مسامات جسمك والحراره اللي تجيك خرافيه، ودير بالك تتخيل نفسك مدفون. وهاي فوائد الساونا الملحيه. ومن بعدها نروح نطيح الملح بالدوش، وعدل وقبل نتوجه للساونا الحراريه. هنا من صدق راح تنشوي شوي. شويت لو بعدك ولا كسبت بقمصة شويت. ومن بعدها نروح للساونا البخاريه، نبقى بيها تقريبا 10 دقائق ونطلع. نروح للجاكوز الحار نقعد بيه ونسترخي، واكو مضخات راح تفرش لك ظهرك. اسوي كباب اليوم لو طير. ومن بعدها نروح للجاكوز البارد، المي كلش بارد وخرافي. وهسه نجي لهاي الغرفه تقعد على هاي الصبه الحاره وتسترخي. وهسه نجي للمرحله الاختياريه اللي هي يكون سعرها موحد. الجلاف راح يليفك، شلون نحطك كثير زمزم ما تنطر. وهذا عبالك صار له سنه ما سافر. وهسه نجي للتدليك والمساج. طبعا هاي المرحله مرحله اختياريه. حجي اللي يجيك هنا شو تسوي له؟ انزلاق، ارجنسه، متن، صره، رقبته، كلهن 10000